في نجم بيظهر في السماء بالليل، لو انفجر إضاءته هتكون أعلى من أي قمر كامل جه على مدار التاريخ. اكتشفت برنامج جديد، برنامج يقدر يخليك تسبح في الفضاء حرفيا، وقلت ان من الجدعنه ان انا اكتشفه لاول مره معاكم. هو اكيد لعبت لي حبه عليه عشان افهمه، بس حبيت المره دي لما اروح مكان جديد اصور رد فعلي لما نروح المكان ده ونشوف ايه اللي موجود هناك. فتعالوا نروح للارض ونطلع من عندها الرحله للفضاء العميق. زي ما انتم شايفين كده، دي الأرض بتسبح في الفضاء العميق حوالين النجم بتاعنا. تعالوا ننزل الأرض ونشوف جواها إيه. البرنامج مش عامل سيموليشن للمدن، آخره يحط تكتشر كده للزرع وللغلاف الجوي والسحاب. تعالوا نسرع الوقت ونشوف هنقدر نشوف إيه بالليل. أهو ده زراع المجرة وحوالين النجوم كلها. تعالوا كده ندور على سديم الجبار مثلا. هو كده لسه ما ظهرش، فاحنا عايزين نطلعه في السماء، فهنسرع الوقت لغاية ما يطلع ونقدر نشوفه في السماء. وصلنا له. أهو ده حزام الجبار، وده النجم الأشهر في الكوكبة كلها وهو بيتلجوس. النجم ده عملاق أحمر، يعني في مراحله الأخيرة، والنجم ده عمره ما يعديش 10 مليون سنة، مش زي مثلا الشمس بتاعتنا اللي عمرها 4.5 مليار سنة. من أحد مميزات النجم ده إنه باين جدا في السماء بتاعتنا بالليل، وهتشوفه زي المريخ لونه محمر شوية. وهو طبعا في واحدة من أجمل الكوكبات اللي بتظهر بالليل، كوكبة أوراين أو الجبار. فتعالوا نروح له نتفرج عليه طالما احنا مش عارفين نروح له في العالم الواقعي. يلا بينا. يا لهوي، النجم لامع قوي. بيتلجوس كتلته قد كتلة الشمس ب 16 مرة. بس في حاجة غريبة، الكوكب ده حواليه حاجات منورة. تعالوا كده نروح لأقرب جسم منور منه. ده كوكب فعلا. يا لهوي، تعالوا كده ننزل عليه ونشوف ايه جواه. اوه، ده عنده قمر. ده زي عطارد بتاعنا كده. النجم منور وكبير جدا، انا مش عارف اشوفه اصلا من كتر كبره. تعالوا كده نروح للكوكب التاني. يا لهوي على قمر، كل دي قمر. بس هو شكله عامل زي البيضة ليه؟ كوكب شكله بيضة، حتى اللون بتاعه غريب. تعالوا كده برضو ننزل عليه ونبص عليه كده. مفيش أي حاجة باينة، واضح إن غلافه الجوي تقيل قوي. أوه، ده النجم كبير. بس عارف أشوفه من النجم الأولاني. تعالوا كده نشوف الكوكب التالت. ده شبه المريخ أوي ده، شكله مليان رملة. تعالوا كده برضو ننزل عليه ونشوف من عليه فيه إيه. يا يا لهوي، الغلاف الجوي بتاعه مش قوي برضو، خفيف قوي عشان النجم يظهر بالشكل ده، مش زي الأرض بتاعتنا يعني. تعالوا كده نروح للكوكب الرابع. ده شبه قوي، شبه ايه ده؟ شبه ساترن قوي، على جوبيتر شوية، مشتري وزحل. هو ميكس غريب ما بين المشتري وزحل. تعالوا كده ننزل عليه ونشوف فيه ايه برضو. هو ايه ده؟ كوكب معلوش اي حاجة، حتى السما بتاعته شكلها غريب. هو شكله كوكب غازي برضو، المفروض ان النجم هنا، بس احنا مش شايفين اي حاجة. ده بقى غلافه الجوي بيعدي الارض بكتير. هو طبعا الغلاف الجوي اكيد مليان غازات لدرجة ان احنا مش عارفين نشوف الارض اصلا. تعالوا بقى كده نشوف الكوكب الخامس وننزل عليه ونشوف فيه ايه. تقريبا برضه معلوش حاجة، بس عليه ارض، وبرضه الغلاف الجوي بتاعه تقيل. تعالوا كده ندور ايه ده.
في زي جبل. تعالوا كده نشوف ونلف كده حوالين الجبل ده، فيه ايه؟ ده ايه ده ما طلعش جبل، ده بركان. ده مش هو بس، ده انا فاكر ان هو ده بس اللي فيه، ده فيه مجموعة جبال كبيرة قوي. واو، بيفكرني شوية بكوكب ميلر في انترستيلر، تشوفهم من بعيد شكل جبل كبير وطلعوا في الآخر أمواج. واو، مجموعة من الجبال والهضاب كبيرة. أنا عشقت الكوكب ده. تعالوا كده نروح للكوكب السادس. أهو ده المشتري بقى بتفاصيله. إيه كل الأقمار دي؟ ده عنده نفس الشكل الريد سبوت بتاعت المشتري، العاصفة اللي شكلها أحمر دي. هوريكم الصورة بتاعتها. تعالوا كده ننزل عليه ونشوف فيه إيه. أكيد ده كوكب غازي برضه، مش هنشوف حاجة خالص طبعا. أيوة طبعا مش هنشوف حاجة. هنشوف ليه؟ معلهوش أي حاجة، مش باين أي حاجة. هو كده يبقى هو كوكب غازي. طالما مفيش أرض كده والغلاف الجوي كله متقفل ومش شايفين أي حاجة بره، يبقى كوكب غازي كله غازات زي المشتري وزحل. مفيش أي حاجة خالص، مش شايف أي حاجة. أنا هطلع بره الكوكب ده، مش حلو. بس عليه قمر كتير. تعالوا نروح كده للكوكب السابع. بيتلجوز بعيد جدا دلوقتي. تعالوا نروح لكوكب السابع. حاسس ان ده هيبقى شكله حلو، هيبقى بعيد قوي اصلا، فهيبقى اكيد ارضي برضو، مش كوكب غاز. النجم بعيد قوي. الكوكب السابع الناحية التانية. واو، مريخ برضو، او ممكن يبقى فينوس شوية، الزهرة. تعالوا ننزل عليه ونشوف ايه جواه. ده ما عندوش غلاف جوي. ده غلافه الجوي يا لهوي، ده حتة قد كده مفيش عليه برضه. ليه قمر كتير. ده يشبه، ده عامل زي القمر بالظبط بتاعنا، عليه كريترز، عليه فوهات برضه. واضح ان في نيزك خبط فيه قبل كده، او مجموعة من نيازك يعني. الارض كلها فيها فوهات مش مستوية. برضه عليه جبال كبيرة. احنا صغيرين قوي، صغيرين جدا. بس الغلاف الجوي ده مفيش خالص. انا شايف الفضاء بالظبط، يعني انا مني للفضاء على طول. الحتة اللي بنفسجي اللي هناك دي بتدل ان الغلاف الجوي بتاعه رفيع، طبقة يعني رفيعة جدا، مش زي الغلاف الجوي بتاعنا. احنا عندنا 7 طبقات. تعالوا بقى نروح لبيتلجوز تاني. جميل. النجم ده بيتوقعوا ان هو هينفجر بعد 100,000 سنة من دلوقتي، لو اصلا ما انفجرش، لان النجم ده بيننا وبينه حوالي 640 سنة ضوئية. يعني الضوء بتاعه جاي لنا دلوقتي من حوالي 640 سنة. يعني احنا شايفين ضوءه دلوقتي من 600 سنة. يعني ممكن يكون دلوقتي انفجر، بس لسه الضوء بتاعه ما جالناش، لسه الضوء مسافر من المسافة البعيدة اللي بيننا وبينه. فممكن يكون انفجر واحنا لسه ما نعرفش، او هينفجر في الكام يوم اللي جايين، او في الكام اسبوع. بس انا مش هخوفك، العلماء بيقولوا لسه قدامه 100,000 سنة من دلوقتي عشان ينور السماء بتاعتنا لأسابيع. كل يوم بالليل هيظهر فيها النجم ده، السماء هتكون منورة أكتر من أي وقت نور فيه أي قمر عملاق كامل الأرض على مدار التاريخ. وبس كده. لو عجبتكم الحلقة والمحتوى الجديد اللي أنا بقدمه ده، قولوا لي أزود من الحلقات دي، وقولوا لي لو حبيتوا إن احنا نسبح أكتر في الفضاء، نروح أماكن جديدة نكتشفها مع بعض، وقولوا لي عايزين تروحوا فين، ونشوف الأماكن دي فيها إيه وحواليها بيلف إيه. لو عجبتكم الحلقة اعمل لايك وشير، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين تروحوا فين الحلقة الجاية، واعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس، واعمل لي فولو على الانستجرام وفيسبوك وتيك توك، واعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك الحلقات أول بأول. وبكده خلص الكلام.